كله بالحب. ها يا ولاد، صباح الخير. صباح الفل يا فندم. صباح النور. عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ حد ناقصه حاجه؟ حد بيشتكي من حاجه؟ لا كله تمام يا فندم. مش ناقصنا اي حاجه يا فندم. ربنا يبارك يا فندم. طيب انا دايما بحب اكرر واقول لكم ان احنا شركتنا اعلى معنويات في الشركات اللي زينا كلها، واحنا لسه رافعين معنوياتكم الشهر اللي فات، وان شاء الله في زياده معنويات مع السنه الجديده. احنا متشكرين لسعادتك بجد. ما تكملش. سعادتي مش مهم، سعادتي المهم سعادتك انت. ياه، انا بستمتع وانا بحل مشاكلكم. ارجوكم يا جماعه اتكلموا. يعني مش قادر انطق. لا لا حسين، سيب نفسك. لا حسين، انا علمتك كده. يعني اتكلمت انا وزمايلي، اتكلمنا مع بعض صح؟ يعني يا فندم المعنويات في شركتنا عاليه وكل حاجه يا فندم، بس يعني احنا محتاجين جنب المعنويات دي، مش قادر اقولها. شوف بص، بيبقى مجرم وهو مكسوف. لا مش طالع من بقي. لا بيبقى مجرم وفي حاجات في بقه. ايه يلا حبيبي يعني اديني شويه مرتبات. بالظبط يا فندم. ولو حاجة بسيطة يا فندم. مرتبات. ايوه يا فندم، يعني تقدير مادي. يعني حضرتك مش هيكون بنفس أهمية التقدير المعنوي طبعا، بس حضرتك فاهم يعني التقدير المعنوي مش كل حاجة. فعلا المعنويات ما بقتش كل حاجه. المعنويات بتروح وتيجي يا فندم. ايوه خلينا اتكلم معاكم بصراحه، يعني انتوا اخواتي، اوكي؟ طبعاً اخواتي طبعا. احنا دلوقتي يعني علبه السجاير دي انت بتجيبها بالمرتب. لما بتدفع قسط العربيه، الشقه اللي انت ساكن فيها بتدفع لهم بالمرتب. رايح تتقدم لواحده بيسالوك على مرتب او هتعيشها بالمرتب. فيش يا جماعه، الدنيا اتغيرت فوق وبقى كله بقى بالحب. مظبوط يا فندم، مظبوط. عندك حق يا فندم. بعدين نحمد ربنا، في شركات ما بتدفعش غير مرتبات وبس، يعني منشفينها على الموظفين بتوعهم. لو دفعوا معنويات بيدفعوا شهر وشهرين لا. احمدوا ربنا، احنا مش كده. انتوا عارفين. طبعا مظبوط يا فندم، مظبوط. كنت هنسى. ايه يا فندم؟ انا ما دفعتش الجمعيه الشهر اللي فات يا حسين. لا يا فندم ما تحرجنيش لو سمحت. لا انا هدفع. لا. انا هدفع دلوقتي. انا هدفع. معلش. لا ادفع بنفسي، انا جيت لك خلاص. اوكي تعالى بقى خد شهر 8. شهر 8 تعالى. ايوه. لا مش عايز اسراف. اديني 9. لا بس استنى، لا اصبر، انا داخل بنفرين. يا فندم ما تسيبنيش. اخليك يلا. ها ما تسيبنيش. يلا عشان لو عايز تشتري حاجه بقى ولا تجيب حاجه. ما تسيبنيش. لا انا محتاج ادفع حاجات تانية. لا عندي حاجات. يلا. شوف برضه كنت هنسى. انا كنت جاي النهارده اقول لكم خبر بمليون بوسه. مليون بوسه مره واحده يا ما انت كريم يا رب. القبض نزل النهارده. نزل ازاي؟ ده لسه فاضل اسبوع على اول الشهر. احنا لقينا ان المدارس قربت، فقلنا يعني ايه يبقى في حته حنيه كده مننا علشان نبل ريقكم. طيب وكمان في خبر بقى ان الشهر ده هيبقى عندكم نظره عطف زياده. نظرة عطف زياده. طب مفيش لمسة حنان كده من الشهر اللي فات؟ لا ولد، انت كده بتطمع. ايه؟ طيب يا شباب هسيبكم بقى عشان تلحقوا الخزنه قبل ما تقفل. ايه سعادتك؟ ايه؟ يلا عن اذنكم. مستنيين ايه؟ يلا على الخزنة عدل. زمانهم واقفين طوابير تحت، استنوا شوية. نستنى ايه يا عم انت؟ ده احنا عطشانين حنيه بقالنا كتير قوي. أنا جاي. يلا يا ده انا مش ستي، مستنى. عندك يلا حق. بينا يلا بينا. عاجبكم كده؟ اهو بقالنا ساعه واقفين في الطابور وضيعنا وقت الشركه. هو الوقت ده مش بيساوي حب هو كمان؟ يا ستي ما هي الناس واقفة كلها اهي. ياه، ده انا كان قلبي بدأ يصدي والقسوة تملاها. وانا كمان، ده انا كنت هدفع مصاريف مدارس الاولاد من دم قلبي بعد ما الحب خلص، بس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الوشوش مورده والعيون متبسمه والقلوب مرفرفه. باين عليكم القبض يا ولاد. بيبان. بس يعني يا فندم مش كنا جبنا مكنة ATM تقبض الناس؟ ده في شركات كتير بتعمل كده. يعني الحق علينا ان احنا بنحرص ان التقدير المعنوي يوصلكم اول كل شهر عن طريق بني ادم زيكم، مش كده ولا ايه؟ على فكره الكلمه الحلوه وهي طالعه من المكنه مهما كان بتحس ان هي مصطنعه. بنسمع حوادث عن زملاء بيقبضوا من مكن وبتاع، مره المكنه علقت وفي وسط الحضن المكنه قفشت، اضطروا يجيبوا البنك بقى عشان يفكوا الحضن منه وبتاع، والبنك بقى يرجع له الحضن في حسابه، وكانت حكايه وحشه.
المكان كله مشاكل يا شباب، مش كده ولا ايه؟ صح يا فندم. ايه ده انتوا طالبين اكل؟ يا عفاريت، لا عندي انا، لا معلش عندي انا النهارده. خلاص وريني. طالبين 2 شاورما ميكس حسابهم اشكرك، 1 فاهيتا لحمه حسابهم احسنت، في 3 سلطه بارك الله فيك، وفي جمبري جامبو. يا عفاريت ده غالي ده بقى، تعالى خد حساب الجمبري كده، حساب الجمبري بقى. لا كده بقى حضرتك لسه ليك باقي بقى. لا خلاص خليهم علشانك. لا واقول لك كمان، خد دول علشانك بقى. بيبقى عسل وهو بياخد بقشيش. المفروض ان اي حد بيشتغل اي شغلانه يكون يا اما هي تخصصه اللي درسه يعني هو يشتغل فيه كتير وكده، زي مثلا الدكتور، فني اللحام تحت الميه، المهندس، يا اما حاجه هو شاطر فيها وعارف زخانقها بقى جايبها من تحت كده، المنجد، الميكانيكي، المحامي مثلا، يا اما بقى تكون موهبه، يعني واحد عنده موهبه اللي هو الأويماجي مثلا والترزي، المطرب، النشال، دي موهبه من عند ربنا، يا اما بقى حاجه يكون تكوينك الجسماني يأهلك ليها، البودي جارد، رقاصه، والحاجات دي ده محتاجه مؤهلات خاصه علشان خاطر تعرف تعمل كده، باستثناء الموظفين طبعا مليون مؤهلات، بس انا بصراحه بتلخبط معاهم شويه، ما بعرفش احكم عليهم. لكن لا بص اقول لك على حاجه، اوعى تقول ان في شغلانه مهمه وشغلانه مش مهمه. خد بالك كل الشغلانات مهمه. يعني مثلا الراجل اللي بيقف بمناديل في الحمام ده مثلا، الناس تقول لك ايه ده ايه فايدته؟ يا خبر ابيض ايه فايدته؟ لا انا اقول لك ايه فايدته. تخيل انت دخلت الحمام ولقيت المناديل جوه لوحدها من غير المدرب بتاعها، ممكن تهاجمك، ممكن تأذيك يا اخي. ما هي ما تعرفكش، هي مش مولفه عليك، الانستراكتور بتاعها مش واقف جنبها موجود معاها كده، انت مش هتعرف تستخدمها. بعدين لازم يكون في حد مختص يشوف مشاكل الموضوع، عيوب الصناعه وبتاع، هتحتاس جوه. يعني مفيش حاجه مش مهمه. طبعا هو ساعات بيبالغ شويه لما يديني المنديل يقول لي كل سنه وانت طيب. يعني انا مش حاسس ان دخول الحمام مناسبه سعيده لدرجه انك تهنيني. بعد الشر ما هيش من السنه للسنه، لا ده مكاني الطبيعي، باجي كتير وبمشي، البيت بيتي يعني. لكن هو مهم، لا مهمين. عندك مثلا كمان عامل الاسانسير، ممكن حد يقول لك يعني هو بيعمل ايه يعني؟ لا بيعمل كتير، معلش. يا سلام، تعرف تسوق اسانسير كده؟ تعرف تاخد الغرزه من السابع للتاسع دي، الغرزه اللي بياخدها دي، شوف ايديه على الزراير، شوف الفن، ملاحظته للاضاءه بتاعت، انت تغمز له غمزه هو عارفك، واخد بالك، عارف انت ساكن في الدور ال30، ياخدك من الارض لل30 حته واحده من غير ما يقف في محطات ولا ترانزيت ولا قرف. البشر كلهم واقفين طالبين الاسانسير، مفيش ينفض لكل ده وعارفك. شفت الخبره؟ فنان هو. يعني عامل الاسانسير ده بيقوم مثلا بدور المحرم، تخيل 2 لوحدهم في الاسانسير وهو مش موجود. انت فاهم بقى. عندك مثلا ايه، عسكري المرور اللي بيشاور للعربيات انها تمشي والاشاره خضراء، ويشاور لهم تقف والاشاره حمراء. تقول لي فين الاضافه؟ اسكت، ما تقولش فين الاضافه. الاشاره فتحت وانت داخل خلاص معدي، بعدين قلبت وانت في نص الشارع. الاشاره دي حته حديد، دي ما عندهاش مشاعر حضرتك. لازم الراجل ده يقف ان اعدي ما تعديش كده، يظبط الدنيا، يسيطر على الموقف.